يا صباح الورد ويا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا يلا. اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو تحطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. تعالي ما اقولك من ضمن اختراعاتي ووصفاتي اللي انا عارفة ان هي بتيجي على بالي فجأة كده وبطلع اعملها وبتطلع في الاخر حلوة. تعالى اقولك، انا كان عندي برجر في الفريزر كنت شارياه مثلا من شهر كده، من شهر. المهم، ايه, ايه ده، انا عايز استغله، انا اكيد مش هفضل سايباه كده. في نفس الوقت البهارات بتاعته ما كانتش عجباني، فانا اصلا مش هجيب النوع ده تاني. بس يلا بقى، هو عندي وانا قلت اعمل بيه حاجة ناكلها ويبقى في نفس الوقت طعمها حلو. تعالي يلا نحمر البرجر بتاعنا القمر ده. حمريه تحمير عادي خالص، اكنك بتحمري هتاكليه خالص، يعني حمريه خليه ياخد سواه. هقولك ليه حالا. بصي يا ست الكل، انا لما قررت اعمل الوصفة دي حبيت اعملها وانا عايزة اديها نكهة مختلفة خالص عن الطعم. بس لازم اسوي البرجر بتاعنا القمر ده. خلاص هسويه سوا كامل، تحمير كامل يعني، وبعد كده ايه اشكل فيه زي ما انا عايزة. المهم ان هو يطلع مستوي. عايزة اقولك كان يعتبر 3/4 الكيس فيه. مش فاكرة كنت جايباه بايه، ابو مهاد اللي كان جايبه كمان. يلا نخش في الموضوع على طول. اهم حاجه انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشيني جدا 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 بطريقه ما تتخيلوهاش، وعايزه اقول لكم ان انا زعلانه ومقصره في الفيديوهات، بس والله العظيم غصب عني. يعني انا لو قادره اقوم هعمل فيديوهات، بس والله العظيم بقوم ممكن اعمل الغدا بالعافيه. ولما بفتح لايفات ولا كده باجي عشان اعمل لكم فيديو ببقى عملت كل حاجه في اللايف، فما بعرفش. حقكم عليا، انا لازم اديكم حقكم برضو، وان شاء الله هعوضكم الايام الجايه. طبعا انتوا عارفين ان احنا داخلين على ايام خير وايام بركه بنتمناها يعني طول السنه، حرفيا طول السنه. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويوسع رزقكم، ويجبركم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم أمين. ربنا يعدنا من الأيام دي على خير، ويصلح حالنا ويرضينا كلنا ويخرجنا مجبورين الخاطر. بجد بجد أنا عارفة إن الناس اليومين دول في الغلو وفي الحاجات اللي احنا فيها دي ربنا لوحده اللي يعلم بيكم. بجد ربنا يعينكم ويقوي كل واحد على حاله، ويقوي الناس اللي بتخرج من بيوتها تسعى للخير وتشتغل عشان بيتها يبقى بأحسن حال. ربنا يقويكم ويديكم الصحة. وطبعا يا جماعة أكيد احنا يعني الواحد ما بيصحاش يلاقي كل حاجة جاهزاله كده، لازم نتعب عشان نلاقي. والحمد لله احنا بنتعب ونلاقي. ربنا بيراضينا وبيكبر بخاطرنا، وربنا مش مزعلنا الحمد لله. حتى لو بالقليل احنا راضيين، حتى لو ربنا كاتب لنا كده وكده مش مريح، احنا راضيين الحمد لله على كل اللي جوب ربنا. ومش قادرة اقول حاجة غير ان بجد الناس الحلوة اللي بتشجعني يعني وتدعمني في القناة عندي، انا بحترمكم جدا. انا بقدر جدا تعليقاتكم واللايكات اللي انتوا بتعملوها لي. علشان كده انا لما ببقى بفتح فيديو ببقى عارفة ان الناس كلها مستنياني. معظم الناس اللي عندي بتستنى الفيديوهات بتاعتي، والله العظيم انا بعمل عشانكم. الناس اللي بتتفرج عليا دي انا بعمل عشانكم. في ناس تانية بتخش تتفرج ومش عاملة لايك واشتراك. طب ليه؟ طيب ليه لازم تعملي اللايك بتاعك الحلو والاشتراك عشان ما يفيش حاجة تفوتك ابدا من فيديوهاتنا. وان شاء الله احنا بنكرر يعني نعمل فيديوهات عائلية ومقالب وحاجات من دي ان شاء الله ان شاء الله. وقولوا بقى باذن الله كده، وادعوا لنا دعوة حلوة في الكومنتات. ربنا يصلح حالكم ويرضيكم ويجعلكم كل دعوة حلوة وكلمة حلوة بتقولوها لي ولكم بالمثل. تعالي بقى اما اقولك، احنا بعد ما حمرنا البرجر طلعناه، اتلخمنا في الكلام وسيبنا كل الوصفة بتاعتنا. انا هقطع الواحدة 4، كمية ما شاء الله حلوة هتنفع معانا. تعالي بقى اما اقولك هتعملي صينية خطيرة ما حصلتش. عايزة اقولك انا الاختراعات بتاعتي دي بتودي الاكل في حتة تانية. انا كنت ممكن اعمل بشاميل، بس قلت لسه اطلع اللبن وعلى ما يفك حوار
وانا كنت خلاص دخلت المطبخ نويت اني اجهز، يعني اجهز، انا جهزت حاجتي من بالليل بس نسيت حوار البشاميل ده خالص. المهم احنا لحد كده ما استكفيناش. انا طبعا رحت علشان اقطع البصل واجهز يعني واجيب حاجتي من التلاجة والحاجات دي. قولي هادي الحمد لله. شاطر. طماطمتين، خيارتين، طماطمتين، قرنين شطة وقرنين فلفل وبصلتين 2 حلوين. كل ده هيبقى في الطاسة. تعالي بس اما اقولك، انا خدت طماطمية واحدة قطعتها زي ما انت شايفة كده، والطماطمية التانية حطيتها مبشورة. انا لو كان عندي صلصة في التلاجة كنت طلعت معلقة، بس انا ما عنديش صلصة في التلاجة، عندي في الفريزر بس. فانا حبيت ان انا اعمل افتكاسة من افتكاساتي كده وابشر واحدة. وطبعا كده كده ايه يعني انتوا هتشوفوا حالا انا هعملها زي التسبيكة. كل ده في الطاسة عشان ندخله الفرن. اعملي التركية دي ودخليه الفرن. لو انتي مش حابة الموضوع كده يبقى حطي كله في الحل في الحلة وسيبيه يكمل سواه، وما تحطيش جبنه موتزاريلا وما تعمليش، براحتك، كل واحد على هواه، كل واحد يعمل اللي بيحبه. بس انا في الاختراع بتاعي ده انا فضلت الطعم ده وعجبني جدا جدا جدا. هقولك كمان على حاجات تعمليها جنب منه تفرق معاكي في الطعم. ويا بقى لو شويه بطاطس متحمرين. بس انا كلت بطاطس امبارح وقلت خلاص كفايه بطاطس بقى، كفايه، مش كل شويه بطاطس جنب الاكل مع انها حاجه حلوه. بس ايه، آه تغيير حلو. انا بنام والله بعمل لكم الفيديو ده بالليل وهفضل سهرانه لحد ما ينزل لكم، ان شاء الله هينزل لكم ان شاء الله. يلا بقى، طماطميه متقطعه مكعبات وطماطميه مبشوره وشويه فلفل الوان، فلفل حراق، اي حاجه حطيها. اسمعي مني، حطي اللي على هواكي واللي على مزاجك. عايزه اقولك لو عندك شويه بهارات لحمه يبقى انت كده عملتي الصح. حطي بهارات اللحمه على البرجر مع الحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها، هتشم ريحه لحمه مش هتشم ريحه برجر. والله العظيم هتشم ريحه لحمه بجد. يلا بصلايه حلوه بقى كده قد الطماطم اللي انت عاملاها، قطعيها برضو مكعبات صغيره. انا طبعا كله كنت بقطع على القطعه دي عشان مش قادره ادي لنفسي فرصه اقعد اقطع حاجتي براحتي، كله على الواقف. انتي رحتي فين؟ خليكي معايا، صلي على الرسول، اوعي تنسي تصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. عايزه اقول لكم في واحده بتكتب لي في التعليقات دايما، مش عارفه اسمها منى تقريبا ولا اسمها ايه. انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا بتعليقاتك الحلوه، مبسوطه جدا بسؤالك على مهيد دايما في التعليقات وان انت عايزه تطمني عليه. والله العظيم بجد انت من الناس اللي دخلت قلبي كده لوحدها، خصوصا انك متابعه كل فيديوهاتي باستمرار ودايما بتشجعيني وعايزاني اعمل لك فيديوهات مختلفه. بجد بجد يعني انا مش عارفه اشكرك ازاي، وانت منوراني وانت بتتفرجي عليا كده. عارفه انك بتحط اللايك والاشتراك علشان انت قلتي لا، انا بحطه قبل ما انت تقولي، فبجد شكرا وكتر خيرك. تعالي بقى ايه شويه الفلفل بتوعنا الحلوين دول. لو كان عندي فلفل الوان كنت حطيت، بس ما فيش فلفل الوان، ما لقيتوش في السوق لما نزلت اخر مره. انا حاجه السوق اللي جبتها دي طلعت بيها لايف. انا عارفه ان في ناس ما شافتهاش، بس خشوا اتفرجوا على اخر لايف عندي هتعرفوا ان انا جبت حاجه السوق وصورتها عشان ما يفوتكوش. اي حد هيفوتوا حاجه اتفرجوا على اللايفات بتاعتي، هتلاقوني كل حاجه بشتريها بفتح لها لايف، وساعات بفتح فيديوهات زي ما انتوا بتشوفوا كده. خلاص كده ايه خلصنا. بص انا عايزه اقولكم ان انا هحط قرنين الشطه كاملين. انا هحط قرنين الشطه كاملين، مش هقطعهم عشان هم حامين جدا. اكبر فوق. لا المصحف وانت عنده وانا بحسبه بيقول اكبر فين. كده. طب هات يا حبيبي يلا. عايز ايه؟ عايز اكبر، عايز المصحف. انا بشرت الطماطمايه، وعايزه اقول لكم بقى ان احنا هنشيل العيدان اللي هي الخضره اللي بتبقى في القرن الشطه دي وهنسيبها زي ما هي. تعالوا يلا اما اخدكم على الطاسه، حطي فيها ايه، اسيب فيها شويه زيت من اللي انا كنت عاملاهم، من انا كنت بحمر مكانهم، وهحط
هحط حتة زبدة والله بنام. فوقوني كده، قولي لي فوقي يا سارة، فوقي فوقي وركزي يلا انتي بتعمليه. حتتين 2 زبدة في الطاسة وشوية زيت حلوين كده وقلبيهم عشان ننزل عليهم بالبصل. اول ما يبدأ يكرمل كده ويبقى زي العسل هننزل ببقية الحاجة. هيد تعالى يا هيد، يلا كلم المتابعين. تعالى يلا كلمهم بيسألوا عليك. يلا نحمر البصلايه ونحط الباقي. عايز ايه؟ انت خدت المصحف؟ بوسه يلا، اديله بوسه. بوس المصحف. عسل شاطر. شاطر حبيبي. تمنينه بقى. هو عارف ازاي ان ده اكبر؟ هو عارف. انت اللي قلت له؟ بيقول على المصحف اكبر. شاطر. يلا ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا الحلوه دي، نقلب كله. بصي هو اصلا الطماطم هتطرى معانا خالص، هتعمل لنا زي صوص كده. عمركم شفتوا حد عايز ينزل البحر في الساعة دي؟ هو عايز ينزل البحر، بيقول عايز انزل البحر. تعالى كلم متابعينك، قول لهم ايه؟ حطوا لايك وايه والكومنت. ماشي، حطوا له لايك واعملوا له كومنت يا جماعه. اعملوا كومنت اعملوا تعليقات، اكتبوا له بنحبك يا مهي، بنحبك يا هيوده. يلا نقلب كله بقى. بعد ما حطينا كل حاجه على بعض هننزل بقى بالايه، بالفلفل. بس استنى تعالى اقول لكم، انا حطيت توم بودر وبصل بودر في الوصفه دي. ما عندكيش، هو اختياري مش اجباري، ما عندكيش خلاص ما تحطيش. عايزه تحطي فص توم برضه حطي، ما فيش اي مشكله. انزلي بشويه فلفل اسود وقلبي بقى التقليبه القمر دي. يلا عشان هننزل بايه، اللهم صل عليك يا نبي، هننزل بالملح. هنظبط الملح، والله نسيت. هنظبط الملح وننزل بالفلفل وندي تقليبه قمر كده عشان ننزل اللهم صل عليك يا نبي بالبرجر. ايوه كده، خليكم معايا، فكروني كده فكروني. يلا نقلب كل التقليب القمر ده ونحط ايه بقى، نحط البرجر بتاعنا. انا عايزه اقول لكم ان الطعم في حته 13 و15 و16 و17، مش عارفه هو رايح فين، بس احنا معاه لحد ما يروح. يلا نزلي بقى الحلوين دول. انا هنا ايه تقريبا انا فصلت او التليفون رن، مش فاكره بصراحه، بس هيجيلكوا حالا. نقلب، قلبنا كله بقى. عايزه اقول لكم ان احنا اصلا بصوا المنظر جميل جميل جميل، والله طعمه حلو قوي. بس الطاسه كانت كبيره قوي. انا بتريق والله، الطاسه فعلا كانت صغيره. هنحط نغطي بقى. او انا مش عارفه كنت بدور على ايه وانا سبت التليفون ورحت فين. سبت التليفون ورحت فين يا ساره؟ مش عارف انا لحد دلوقتي مش فاكره والله. بفتكر معاكم في الفيديو. انا هنا حسيت ان ايه الزيت والسمنه قليلين كده، انا عايزه ايه طشطشه، عايزه كده الحاجه بتلمع. يلا هنقلب كله. لا يا هدهد. هيد هيزعل مني حالا عشان مش بيسمع كلام مامي، وهم يكتبوا لك في التعليقات انت مش بتسمع كلام مامي ليه، عشان هم قالوا لك كده قبل كده، صح؟ حاضر، ايوه نسمع الكلام. قول ايه؟ اسمع الكلام وتقول ايه؟ حاضر يا ماما. حوي يعني. يلا غطينا بقى الحله القمر دي. تعالي بقى اما اقولك بقى احنا ايه هنجيب سيرفيس حلو كده. عايزه سيرفيس بقى، عايزه صينيه بخيالك اللي يمشي معاكي اعملي فيه. عايزه تحطيهم كله في الحله وتقلبي وتحطي الجبنه وتقلبي برضو، مفيش اي مشكله. هننزل بقى بكله في الصينيه علشان بيتخانقوا مع بعض. اكتبي لهم بقى في التعليقات بلاش ابو مهاد يتخانق مع مهيد. معلش التسجيل هيتسجل، انا مش همسح حاجه. قولوا له ما تتخانقش مع مهيد، او قولوا لمهيد ما تتخانقش مع بابي، انتوا خيالكم بقى. ما حدش له دعوه. بيقولكم ما حدش له دعوه. ماشي، قول لهم حطوا ايه واعملوا ايه. كومنت. انت بتحب المتابعين؟ متابعينك حلوين؟ قول لهم انتوا حلوين يا متابعيني. متابعيني يا صحابي.
حبي انتوا صحابي. قول لهم انتوا صحابي. انت حبي تحبهم قد ايه؟ البحر. قد البحر. هو بيحبوكوا قد البحر. تعالي ننزل بقى بشويه الجبن القمر دول. كفايه حاضر هجيب لك. كفايه. عايز نسكافيه؟ حاضر عايز نسكافيه. حطينا بقى الصينيه القمر دي بعد الجبن على في الفرن وطلعت بالمنظر ده. استنى يا هدى، استنى هقول لك والله. والله هقول لك والله. والله هقول لك والله هقول لك هتوقعني. تعالي بقى اما اقول لك. ماشي، انا عملت صوص خطير. تعالي اما اقول لك الصوص ده انا عملته ازاي. حطيت معلقتين كاتشب على معلقتين مايونيز ومعلقه مستردة وخيار مخلل قطعته مكعبات، ودي النتيجه. وعملت شويه سلطه. بصوا القمر، بصوا جماله. والله العظيم الصوص ده مع البرجر بيودي حاجه في حته تانية خالص. اسمه صوص رانش. يلا خلاص يا حبيبي هقوم اهو. يلا شوفوا وشكوا على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. اهم حاجه قبل ما تخرجي من الفيديو تنزلي، امانه عليكي تنزلي تحطي اللايك بتاعك الحلو وتصلي على النبي في الكومنتات. سلام.